كل الناس تقريبا سمعوا عن أسطورة أطلانتس، الحضارة المتقدمة اللي كان ليها شأن عظيم وبعدين اختفت فجأة في أعماق المحيط. ناس كتير بيعتقدوا إن أطلانتس دي أعظم حضارة بشرية اندثرت، لكن الحقيقة إن في حضارات تانية يمكن أعظم منها ولسه قصصها مش معروفة عند الكل. قصص بتتكلم عن مدن مفقودة غاصت في البحر، أو اندفنت تحت رمال الصحراء، أو ابتلعتها الغابات الكثيفة. وعلى الرغم إن زمان كانوا شايفينها مجرد أساطير وخيال، إلا إن علماء الآثار اكتشفوا مدن حقيقية وأثبتوا إن الحكايات دي كان ليها أساس من الصحة. وده بيخلينا نسأل نفسنا، يا ترى لسه في كام مدينة مفقودة مستنية حد يكتشفها؟ يمكن عمرنا ما نلاقي أطلانتس تحت المية ولا الشوارع الذهبية لمدينة إلدورادو، لكن اللي اكتشفناه فعلا إن في مدن وأساطير اتحولت لحقيقة على إيد المستكشفين. يلا بينا نستعرض مع بعض أشهر وأعجب المدن المفقودة اللي تم اكتشافها. مصر، مدينة هيراكليون ثونس، مدينة غارقة اتذكرت في الأساطير اليونانية وكانت مرتبطة بهرقل وحرب تروادة. في 2001 اكتشفوها تحت البحر شمال مصر، لقوا فيها معابد، تماثيل عملاقة، سفن ومئات المراسي، وحتى نقوش بتحذر من الضرائب. ليبيا، لبدة الكبرى ماجنا، مدينة رومانية عظيمة على بعد 120 كيلومتر من طرابلس، وتأسست في القرن السابع قبل الميلاد على إيد الفينيقيين، وبعدها الرومان كبروا المدينة وخلوها تحفة معمارية، لكن عاصفة رملية هائلة دفنتها بالكامل، وظلت مدفونة 1200 سنة لحد ما اكتشفها الأثريين في القرن ال19 ولقوها زي ما هي تقريباً كأنها لسه معمورة. كندا، فنلند، أرض الفايكنج. من أكتر من 1000 سنة الملك الدنماركي سيفند كتب عن أرض خصبة مليانة عنب سماها فنلند. الناس استغربوا وقالوا مستحيل الفايكنج يوصلوا أمريكا الشمالية، لكن في سنة 1960 لقوا بقايا مستوطنة للفايكنج في نيوفاوندلاند بكندا، وأثبتوا إن الفايكنج وصلوا لأمريكتين قبل كولومبوس ب500 سنة. زيمبابوي العظمى، وسط أفريقيا. البرتغاليين سمعوا من السكان عن قلعة حجرية ضخمة وسط الأدغال، فضلت مجرد حكاية لحد ما الألمان اكتشفوها سنة 1876. القلعة الضخمة دي اتبنت حوالي سنة 900 ميلادي، ولقوا فيها عملات عربية، فخار فارسي، وآثار صينية. وده أكبر دليل إن أفريقيا كان ليها حضارة عظيمة متصلة بالعالم كله. اليونان، مدينة هيلك، مدينة أسطورية كتب عنها هوميروس، غنية ومزدهرة، لكنها اختفت في ليلة شتاء سنة 373 قبل الميلاد بسبب زلزال ضخم وتسونامي. محدش لقى أي نجين، وبعد أكتر من 2000 سنة في 1988 اكتشفوها مدفونة تحت الأرض. الصين، زنادو، قصر كوبلاي خان. ماركو بولو وصفه سنة 1278 بأنه قصر من رخام أبيض وحدائق على مساحة 26 كيلومتر. المكان اتهدم سنة 1369 وبقى أسطورة لحد ما اكتشفوا الإنجليز في القرن ال19، وفعلا طلع أعظم من الوصف. سريلانكا، سيجيريا، قصر السماء، حصن ضخم فوق صخرة ارتفاعها 200 متر وسط الغابة. الدخول ليه كان من خلال فم أسد منحوت في الجبل. فضل مهجور 500 سنة، ولما اكتشفوه سموه الأعجوبة الثامنة. الهند، دواركا، مدينة كريشنا المقدسة. بيقولوا كان فيها 900 ألف قصر من ذهب ومرجان وياقوت. الأساطير دي كانت بتبان خيال لحد ما اكتشفوا أطلال تحت المية سنة 1983، وأدلة بتقول إنها ممكن تكون اتبنت من 32 ألف سنة. كولومبيا، المدينة المفقودة، سيوداد بيرديدا، بنتها قبيلة تيرونا من 1300 سنة وسط الجبال. اتدمرت بسبب الغزاة الإسبان والأمراض، واتنست لحد السبعينيات. لما اكتشفوها كانت مليانة ذهب وتحف. هندوراس، المدينة البيضاء، لا سيوداد بلانكا،
الأسطورة بتحكي إنها مدينة أسسها عرق من القرود العملاقة، وفضلت غامضة لحد 2012 لما استعملوا تقنية تصوير جوي حديثة وكشفوا أطلال مدينة كاملة وسط الغابة. وكده يا جماعة نكون خلصنا رحلتنا مع أعظم المدن والحضارات اللي كانت مجرد أساطير وطلعت حقيقة قدام عينينا. قولولي في التعليقات إيه أكتر مدينة شدت انتباهكم وتتمنوا تزوروها لو رجعت للحياة؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوني في رحلة جديدة. سلام.